كل ما جوز يجي يقعد جنبي او يحضني يجي ابني يدخل ما بيننا ويضرب باباه ويقعد يصرخ. الاول كان الموضوع عادي، لكن بعد كده بدا ياثر على نفسيه الولد ده لدرجه ان احنا ما بقيناش عارفين نقضي وقت مع بعض. يا دكتور بصي يا ست الكل، ابنك كده بقى عنده عقده اداب، ودي حاله نفسيه بتيجي لابنك من وهو طفل لحد سن المراهقه، ودي سببها بيكون الاب غايب عن البيت، سواء بيكون في شغل او طول اليوم بره وبيجي بالليل. ساعتها ابنك بيقضي اكبر مده معاكي وبيتعلق بيكي اكتر واكتر، وانت طبعا بتكوني مدياله كل الحنان والحب والاهتمام. فلما ابوه بيجي بتبتدي توجهي له كل الحب والحنان والاهتمام ده، ما هو من صباحيه ربنا مش في البيت وشقيان. ساعتها ابنك بيحس انه سرقك منه او ان ابوه خد حاجه بتاعته فبيغير وبيتعصب. ولو سبت ابنك كده من غير حل ممكن يكبر والموضوع يكبر معاه ويتحول معاه لاضطرابات نفسيه وممكن يكرهك. ازاي بقى تعالجي الموضوع ده؟ ببساطه خالص ممكن تخلي الاب يقضي معاكم مده اكبر، وحاولي تستغلي وقت الاجازه بتاعته، وبكده هتخليه يتعلق بابوه اكتر حتى في عدم وجوده. حاولي تتكلمي عنه كتير وانكم منتظرين رجوعه البيت عشان تعملوا اي نشاط جماعي، وساعتها انت هتقدري توازني مشاعرك اللي بتديها لهم، علشان في الاخر ابنك لو كبر من غير ما يتعالج كده هيشوفك يا اما انت بتخونيه يا هيطلع ابن امه.